الحمد لله على السلامة يا ابو لبنى. A7A خطير. انا اثبت. الآن لكل الناس أنت تعلم أن هناك انتخابات رئاسية سنة 24. عايزين أحزاب تاخد انتخابات. أي بلد وأي حياة حزبية لازم يبقى عنده أمل في يوم من الأيام يبقى رئيس. شايف نفسك فين ياض كمان 5 سنين؟ شايف نفسي مكانك يا معلم. ماذا لو لم تنجح في الانتخابات؟ ايه هيكون القرار؟ هبدأ بالسؤال ده، مين اللي سأله؟ صحيح مين اللي سأله؟ من النهاردة أنا بقول كل القوى التي ترغب، معلش أنا بقول الكلام ده على مسؤوليتي أنا. ولو أنت فرحوط قوي حضرتك يعني قوي كده قول لي دي، لو قلتها هتبقى من إيه؟ ما قول. في الترشح أمام عبد الفتاح السيسي من الآن، سواء كنت معارضة أو غير معارضة، فلتستعدوا. ده سيستم المكانة يا حبيبي، ولازم تاخد حقك تالت ومتلت. تحكم. الحزب مش عشان تبقى قاعد تتفرج، عايز تحكم. والناس اللي قالت لا هسيبهم يمشي. مش هو ده المعيار ولا ايه؟ ولا إرادة الناس؟ يا سلام يا أخي، والله العظيم أخلاقك العالية دي أحرجت ميتين أهلي وخلت هعيط. يعني لو قوى المعارضة في مصر من الآن تقرر إنها هتساند إنسان من دلوقتي، هتقف ورا واحد من دلوقتي. اعذرني فيما سأقول، لكن أنا أنقل أنه سيتم تجهيز حضرتك لكي تكون واجهة لانتخابات قادمة أو بديل. الولد عايز يبقى رئيس جمهورية، الولد عايز يبقى رئيس جمهورية وقد يترشح. ودعوا يا لمبي. أشوف وشك على خيرة الله. اللي هو في ايه اللي هيحصل يا لمبي؟ إن لله وإنا لا راجعون يا أبو صلاح. أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر، كل سنة أعمل انتخابات، بس قلت شرط واحد، ثمن تكاليف الانتخابات ادفعوا انتوا. من أجل كفاح الدبلوماسية، من أجل صراع الحرية، من أجل قتال الآخر، قول كلمتك في الحدث الجغرافي التاريخي. اللي عايز بيفكر بيحلم يبقى رئيس، ادينا مواصفات ساعدنا ان الناس دي تعرف تعمل ايه. والله جزء من الموضوع ده مسؤوليتي حتى. طبعا لازم تفهم يا واد إن أنا مفيش حد في الدنيا وقف قصادي إلا ودوسته. صح. أحمد قنصوة ضابط العامل بالخدمة بالجيش المصري العظيم أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أنا البديل. المحكمة العسكرية أصدرت حكمها على العقيد أحمد قنصوة بالسجن 6 سنوات بعد جلسة مرافعة واحدة. هو بعيد عنك داخل عينيه مغربة وشكله ابن موت. واعتبارا لخبرتي الطويلة بالقوات المسلحة التي اكتسبتها بعملي في جميع المراكز، أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر. ده اللي أنا خايف منه بقى، ده اللي أنا خايف منه. توجه بكل العرفان والامتنان لدولة الإمارات العربية الذين استضافونا بكل الكرم. يصل القاهرة الآن على متن طائرة خاصة مرحلا من دولة الإمارات العربية. انت عارف يعني ان المؤمن مصاب. الله يفتح عليك. لإعلان نية الترشح من المهجر، إنه يجي بلده ويقول أنا بترشح عشان أبقى رئيس مصر أهو، وسطكوا أهو يا شعب مصر أهو. أيها الشعب السيد في الوطن السيد، اصحى وركز معايا يا معلم. أنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشح لمنصب رئيس الجمهورية. قال الجيش المصري في بيان له إن سامي عنان ارتكب جريمة تزوير. استنوا حتى ابوك يا كابتن المطوه وقعت، وحتى ابوك ما تعمل حاجه. معتبرا ان ترشح عنان تحريضا صريحا ضد القوات المسلحه المصريه. انت مشعل فتيل الثوره وهم يعوموا على عومه. والله العظيم انا بحلف بالله العظيم، انا كنت اتمنى ان يكون موجود معانا 1 و2 و3 و10 من افاضل الناس، وتختاروا زي ما انتوا عايزين. أنا تهت وأنا كمان. طب اضحك. ترشحي للرئاسة أداء لواجب وطني مصر محتاجة. أنا شكلي بقى باين عليا، لازم نضرب السايب عشان يخاف المربوط. هل تنتوي الترشح لانتخابات الرئاسة؟ لا قاطعة، لا مستريحة. صاحبك ماله حسن؟ معلش يا بيه عنده قرحه في المعده، مش في المعده. وبيقول يعني احنا كنا عايزين نحس، عارفين هو اللي هينجح، بس كنا عايزين حد يبقى موجود معاه كده. طبعا بتوع الجامعه وماله انا بس عايز اقول لهم على حاجه، يعني انتوا بتكلموني في موضوع انا ماليش ذنب فيه خالص. تكوش ليه؟ انا هموت هتقف ورا واحد من دلوقتي، هتقول لي معوقات ومشاكل. هي الحياه السياسيه كده، يجب ان تناضل لكي تصل. الاعتزال المبكر بطولة ولا إيه؟ والله اديله حاجة. 5 بالحب. ده سيستم المكانة يا حبيبي.